رسالة صغيرة ليك قوي النهاردة. من فضلك ما تزعلش، ما تزعلش ان اللي حواليك متفهين من انك زعلان او منهار، او بيسألوك ايه الافوارة اللي انت فيها دي، او انك بقيت ساكت على طول بسبب ان محدش فاهمك. ما تزعلش، مش هيفهم الحالة دي غير اتنين، واحد بيمر بحالتك او واحد بيحبك بجد. ما تفتكرش ان ضعفك وألمك وانهيارك وانك مش قادر ده دليل على الضعف خالص. انت مش ضعيف، انت قوي جدا وقادر انك تشيل، واللي انت شيلته ده كفيل ان هو يتحط فوق راس اي حد، بس لو هو فاهم بجد اللي انت مريت بيه وعارف قد ايه انك موجوع. بس الفكرة كلها انك محتاج كم حاجة بسيطة، انك تعيد ترتيب افكارك، وانك تبص للموضوع بشكل مختلف، وانك تعرف ان لو شخص معين هو اللي وصلك للحالة دي، فأكيد ما فيش علاقة بتستمر في الدنيا غير لو كانت متبادلة. وإن لو أنت بتحب بجد شخص وباني سعادتك عليه، فالسعادة دي هتبقى مؤقتة وليها عمر، لأن حطيت سعادتك كلها في شخص. وإنك لو متضايق وقلبك مش مرتاح، فأعرف إن في حاجة هنا بتقولك إن في حاجة غلط. اللي بيحب بجد بيديك من وقته، واللي بيحبك بجد بتكون من أولوياته، واللي بيحبك بجد بيحارب الدنيا كلها عشانك، واللي بيحبك بجد بيبقى عارف امتى يشد الحبل وامتى يرخيه. اكتر حاجة في العلاقات بنحتاجها الارتياح. لو انت بتفكر زيادة فهد دماغك وافصل عن الدنيا، علشان اللي انت فيه ده حقك. وياما وقعنا كتير، بس لما بنقع بنعرف حلاوة الوقوف قد ايه بتبقى جميلة، وقد ايه بنكتشف حاجات عن نفسنا وعن اللي حوالينا. مش معنى ان هو بيدق الباب معنى ان هو مناسب، ومعنى ان هو انت هترتاح معاه. انا ممكن اكون بزق الباب علشان سعادة ليا مؤقتة، او عشان انا فاضي دلوقتي. فما تزعلش، ما تزعلش على اي حاجة انت عملتها، صدقني هتكتشف. بس انت محتاج ترتب افكارك وتعيد نظرتك للامور بشكل مختلف، واعرف ان وقعتك دلوقتي هتخليك في مكان احسن كتير قدام. بس انت محتاج وقت، وما تركزش في كلام اي حد مش حاسس بوجعك. انت الوحيد اللي تقدر تحس بيه، وانت الوحيد اللي تقدر تطبطب على نفسك، وانت هتخرج منها كويس قوي. بس راجع نفسك كويس، وما تفتحش الباب لأي حد حتى لو انت عايزه، لان ممكن انت تكون عايزه بطريقة وهو عايزك بطريقة تانية. هقولك كلمتين وخليك حافظهم. ما تحطش حد في مكانه وسع عليه، وما تديش لحد قيمة هو مش عايزها. القلوب دايما ما بتنساش كلمة حلوة اتقالت، ولا طبطبة عليه اتقالت، بنفضل فاكرينها علشان بتسند وبتقدرنا قوي. وما بننساش برضو كلمة وحشة اتقالت سواء جد أو هزار، وخذلتنا ووجعتنا قوي، وبعديها بنفكر 100,000 مرة قبل ما بنخطي خطوة واحدة. ركز في الاتنين دول وافتكر، ما تزعلش، ما تزعلش أبداً.